الاحتفال أنا وزوجتي أو أنت وزوجتك، زيد وزوجته، كل سنة يحتفلون بليلة عرسهم ويخرجون إلى مكان هادي، يتناولون الكوفي، يحتفلون مع بعضهم، أو هم وأقاربهم الخاصين مثلا ممن هم محارم لهم أو نحو من هذا، الرجال مثلا على جنب والنساء على جنب، أو مختلطين بحسب البلد اللي هم فيه بطريقة لا تخدش الحياة. ذكرى، لا في اللغة عيد اسمه، لأنه يعود كل سنة، يعود. سؤال يا أخوة، هذا اعددت عليه أنت وزوجتك، هل تنوون به عبادة؟ لا، أنت ما نويت بأنه عيد من الله، أنت هنا لم تنوي بأنه عيد من الله، لذلك لا يقلب على أنه عيد من الله. لكن يمكن أن يكون عبادة. كيف؟ لما تنوي بإدخال السرور في هذا اليوم إلى قلب زوجتك، وزوجتك لما تنوي، فأنت بهذه النية الشريفة يتحول هذا العيد السنوي لكم إلى عبادة. شوفوا كيف الفرق يا أخوان، شفتم كيف الدقة في مسائل الفقه الإسلامي؟ شايفين الدقة كيف؟ يعني هو عبادة وليس بدعة، لكن بالنية. لكن لو نويت بهذا العيد أنه منزل من الله وفي كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنت مبتدعا. يعني إنما الأعمال بالنيات يا أخوة. أنا ما أدري يا أخوة المعلومة هذه وصلت ولا ما وصلت؟ أي بعيد باختصار، أعمالنا الظاهرة يا إخوة، أعمالنا وحركاتنا قسمين، إما عادات وإما عبادات، إما عادات وإما عبادات. العبادات الأصل فيها التحريم، ولا يجوز أن تحدث عبادة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. شوفوا كيف؟ من أحدث في أمرنا بعبادة يعني فهو رد. لا يا أخي، أنا لست مفتي، أنا رجل مفكر باحث إسلامي، أعجبت كلامي يا هلا، ما أعجبت خلى عندك، قيده وسأل عنه. تمام؟ طيب، إذا الأصل في العبادة لا يجوز أنك تستحدث عبادة، لأن من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وهذا في البخاري ومسلم. طيب العادات، نحن نروح الأعراس ونسولف ونتكلم وننزل المزارع ونخرج من المزارع ونلقى ناس في المزارع نتكلم معهم وفي السوق، هذه عادات. هل العادات الأصل فيها الإباحة أم التحريم؟ الأصل في العادات الإباحة. قال الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لا، الأصل في العادات الإباحة. أي شيء عددت عليه، ايش المشكلة؟ طيب، سؤال ننطلق منه: هل العادات يمكن أن تصبح عبادات؟ قالوا بعض الإخوان لا، وقال بعضهم نعم. نقول من قال نعم صحيح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وفي يعني ايش؟ وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الرجال إذا تزوج امرأة وجامعها تكون له صدقة. قال الصحابة: كيف يا رسول الله؟ يجامع أحدنا أهله فتكون له صدقة. قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ طيب، الجماع عادة، إذا كان الجماع ينقلب إلى عبادة وهو عادة بالنية. كيف؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعليه قيسوا يا أخوة كل العادات. أي عادة بتزور مثلا واحد، بتسولف مع واحد تونسه، واحد زميلك في العمل جاي تعبان ضربت زوجته في الصباح وجاك غترته مقطعة وحالته حالة، واحدة جاتها زميلتها في الصباح مدرسة وزوجها مطفشها في الليل وتبغى تدخل إلى قلبها السرور، هذه عادة تسولف معها. متى تكون عبادة؟ إذا نوت أنها تدخل إلى قلب هذه المرأة السرور. إذا نوت
أنها تدخل إلى قلب هذه المرأة السرور، فتنقلب إلى عبادة ولها أجر، ولها أجر. طيب، الاحتفال بعيد الزوجية عادة، صح يا إخوة؟ عادة ليس عبادة، فالأصل فيه الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. متى يكون عبادة؟ إذا نويت به نية صالحة. طيب، انتهينا من هذه. ها، واحد بيحتفل مع زوجته، الأصل في الاحتفال أنه عادة، الأصل فيه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. متى يكون عبادة؟ إذا نوى أنه يدخل إلى زوجته السرور، أو هي نواة العكس. كل عام وأنت طيب يا أخي، فيكون عبادة. متى يكون عبادة منبوذة؟ منبوذة، يا شباب، إذا اعتقد بأن هذا العيد السنوي أمر به الله سبحانه وتعالى، أو افتات قال بأن النبي أمرنا بأن نحتفل بعيد الزواج، هذا كذب، لأنه أدخل في الدين ما ليس منه. لا، ما هي النية. إذا قال أن النبي أمرنا بالاعتياد السنوي مع زوجاتنا أو باليوم الوطني، نعم يا أخي، نعم يا المزين، لكن السجائر لها حكم. السجائر ليست عادة، السجائر لها حكم مستقل، اختلف العلماء فيها إلى قولين. عرفت؟ هل هي محرمة أم مكروهة؟ فمن قائل أنها محرمة، ومن قائل أنها مكروهة للرائحة، فالحكم موجود، ليست عادة. قل فصص، قل تاكل فصص، ايه، قل متعود تاكل فصص، هل يكون لك أجر؟ أقول لك متى يكون لك أجر؟ ايه نعم، يكون لك أجر إذا أكلت فصص. كيف؟ تبغى تتسلى عشان تترك عادة سيئة فيك. عندك عادة سيئة متعود أنك تفعلها بفمك أو بلسانك، مثلا تدخين أو شيء، وأخذت الفصص ونويت بهذا الفصص أنك تسلي نفسك حتى تمتنع عن التدخين مثلا، لأجل أنك ترى أنه يؤذيك في الصلاة أو يؤذي ناس وكذا، ولا تريد أن تؤذي الآخرين، وتتقرب إلى الله بأن لا تؤذي الآخرين، يكون لك أجر. شفت كيف العادة تنقلب إلى عبادة؟ يعني أنت ممكن بقائك في روم حجازي عبادة. تقول لي كيف عبادة؟ كيف عبادة بقائك مثلا في روم حجازي؟ ممكن يكون عبادة؟ نعم. واحد من أمرين، إما أن ترى هذا الشخص الذي أمامك صاحب رسالة معينة تتناقش معه وتستفيد وتذكر الله في هذا الوقت، أو ترى أنه مبتدع ضال تريد أن تهديه، فأنت ببقائك معه تذكر له الآيات والأحاديث وهذه الأشياء حتى تبين لهذا الإنسان اللي في نظرك ضال ومبتدع الحق، فتكون بقائك سواء كنت مخالفا في عبادة. شفتوا كيف يا أخوان الإسلام غريب عجيب؟ طيب، اليوم الوطني هل هو عبادة ولا عادة؟ اليوم الوطني لا باقي بنصل إلى مرحلة أزود. اليوم الوطني في السعودية عادة ولا عبادة ولا تفاهة؟ عادة. بيض الله وجهك يا ابن رومندي، عادة، والأصل في العادات الإباحة. متى يكون اليوم الوطني محرم وهو عادة؟ إذا صدر أمر من إنسان بأن اليوم الوطني في الدين، أو أنه أمر من الدين، نقول لك كذاب يا بعيد، ولن نحتفل معك لأنك أمرتنا بأمر وزعمت أنه من الدين. هنا نوقف. إذا على حسب النية. أما إذا كان المقصود باليوم الوطني العادة فهو عادة، أنت وأولادك ويتفرجون في الجنادرية ويتفرجون في المهرجان وتنوي إدخال السرور إلى زوجتك وأطفالك، فيكون حضور هذا العيد عبادة بالنسبة لك ولأطفالك، لأنك تقضي وقتا ممتعا بحيث تدخل السرور عليهم أن يرجعوا إلى بيتهم مرتاحين مبسوطين قادرين على الصلاة، على قراءة القرآن، على ممارسة العبادات الأصلية، على الذهاب لطلب العلم. فمسألة يا أخوة التفريق بين العادات والعبادات دقيق جدا. الإخوان الوهابية ما عندهم هذا الفرق.
ما عندهم هذا الفرق. اليوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم عادة،